على مدار السنين تطور علم الجريمة شيئا فشيئا، وتطورت الأدوات التي يستخدمها المحققون لمساعدتهم في ملاحقة المجرمين والإمساك بهم، وحتى إثبات الاتهامات ضدهم أمام المحكمة، مما لا شك فيه أنه في السابق كان من السهل على المجرمين والقتلة الإفلات من أيدي السلطات. وخير دليل على ذلك جاك السفاح الذي أرعب شوارع لندن في أواخر القرن ال19، ولم تستطع الشرطة البريطانية تحديد هويته الحقيقية. لكن اليوم مع كل الوسائل الحديثة ومع توافر التكنولوجيا اللازمة، أصبح الإفلات من العقاب أمرا فائق الصعوبة. ليس ذلك فحسب، فإن التكنولوجيا الحديثة تساهم في حل جرائم قديمة والقبض على مجرمين كانوا يظنون أنهم نجوا بفعلتهم منها بالفعل. بعد اكتشاف الحمض النووي واستخدامه في علم الجريمة، ساهمت هذه التقنية في إغلاق العديد من القضايا التي ظلت مفتوحة لسنوات. وفي هذا الفيديو سنحكي قصة جريمة شغلت أجهزة الأمن لعشرات السنين قبل أن يساهم تحليل الحمض النووي في حلها، بعد أن يئس رجال الشرطة من الوصول إلى الجاني. تبدأ قصتنا في شهر مارس من عام 1969، حينما ذهب المحقق دون بينت إلى إحدى المقابر في ولاية ميشيغان الأمريكية بعد تلقيه بلاغا يفيد بوجود جثة لفتاة ملقاة فوق أحد القبور. على الفور أدرك المحقق المخضرم أن هذه المرأة قد قتلت ثم نقلت إلى هذا المكان. لم يحتج لفطنته أو خبرته في التحقيق لاكتشاف ذلك، فالأمر كان جليا، حيث كان وجه المرأة مغطى بالدم، وكان من السهل رؤية فتحات الرصاص في رأسها بعد أن تم إطلاق النار عليها مرتين. للوهلة الأولى ظن دون أنها جريمة اغتصاب، خاصة بعدما لاحظ أن ملابس الفتاة قطعت من جهة أعضائها الحميمية، ولكنه لم يكن يعلم أي شيء أكثر من ذلك. لم يكن دون يملك أي دليل يقوده إلى ذلك القاتل. لقد تم فحص الجثة بدقة على أمل العثور على أي خيط يتتبعه هو وزملاؤه ليوصلهم في النهاية إلى هذا القاتل، لكنهم لم يتوصلوا لأي شيء سوى تحديد هوية الضحية التي كانت تدعى جين ميكسر. كانت تدرس القانون في جامعة ميشيغان. في تلك الحقبة انتشر بكثرة قتل الفتيات الشابات واغتصابهن، حيث أنه كما أشرنا كان الإفلات بالجريمة سهلا في الماضي. ففي السنة التي قتلت فيها جين قتل على الأقل 6 شابات أخريات مثلها بنفس الطريقة، وجميعهن كن جامعيات أيضا. فكرت السلطات في نظرية القاتل المتسلسل إلى أنها استبعدت تلك النظرية فيما بعد. لم تسفر جهود البحث على أي نتائج تذكر، ولم يستطع رجال الشرطة الوصول حتى إلى مشتبه به واحد، وأودعت القضية الأرشيف وتم نسيانها بشكل كامل. لكن بعد 30 عاما وفي مطلع الألفينيات اكتشف العلماء طرقا لتحليل الحمض النووي، وكان هذا الاكتشاف ثوريا في علم الجريمة، حيث تم إعادة فتح عدد من القضايا القديمة على أمل أن يتم إغلاقها للأبد. واحدة من تلك القضايا كانت قضية جين. كان لدى المحققين بقعة دم عثر عليها على يد الضحية، بالإضافة إلى ملابسها الممزقة. بدأ المحققون بتحليل الحمض النووي الموجود في بقعة الدم ومقارنته بقاعدة بيانات المجرمين المسجلين لدى السلطات الفيدرالية، وعلى الفور وجدوا صاحب الحمض النووي لتلك البقعة من الدم. وفقا لنتيجة التحليل فإن الجاني هو شخص يدعى جون ديفيد رولز، وهو يقبع في السجن بالفعل بعد إدانته بقتله أمه. لكن سرعان ما استبعد المحققون جون من قائمة المشتبه بهم، بعدما اكتشفوا أن جون ولد في العام 1964، مما يعني أنه لم يكن قد تجاوز 4 من عمره عندما تم ارتكاب الجريمة. وعليه انتقل المحققون إلى تحليل ملابس جين على أمل أن توصلهم إلى قاتلها الحقيقي. هذه المرة أشار المختبر إلى شخص يدعى غاري ليترمان. استدعى رجال الشرطة غاري للتحقيق. ادعى غاري أنه من الممكن أن يكون قد التقى بجين عندما كان شابا وقام معها علاقة، فقد أخبر المحققين أنه كان شابا لعوبا وعادة ما يصطحب بعض الفتيات من الحانة إلى المنزل، لكنه لم يتذكر بشكل دقيق
وبالطبع أنكر أن يكون هو قاتلها. لم يستسغ رجال الشرطة أجوبة جاري، وبدأ لهم باردا جدا بالنسبة لشخص توجه له تهمة القتل العمد، وعليه قرروا أن يقدموا القضية للادعاء الذي بدوره قدم القضية للمحاكمة. لقد استغرق المحققون أكثر من 30 عاما لجلب جاري للعدالة، فيما استغرقت هيئة المحلفين 5 ساعات للتشاور قبل أن تقرر أنه مذنب ويتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.